صيانة الجوالات، الله يوفقك. ضيفوا صيانة الجوالات يا جماعة، تستاهل، الله يحفظك إن شاء الله. وش سر طيبة قلبك؟ والله شوف، شلون أقول لكم، حبي لنفسي هذا أول شيء، ثانيا حبي للناس، ثالثا حبي للخير، رابعا بفضل الله يعني لما تكون أنت عارف مستقبلك ومحدد مستقبلك وعارف أنت وين رايح أساسا وما تهتم بالناس ولا تراقب الناس، كذا شلون أقول لكم، كذا أنت بتكون مرتاح نفسيا، ضميرك بيكون مرتاح. طيب، أبي وظيفة عندك يا سعد؟ حاليا والله ما فيه. الناجح محارب يا أستاذ سعد، الله يحفظك إن شاء الله ويعينهم على أنفسهم. يعني مين اللي بيتعب، أنا ولا هم؟ سعد صديقتي من فانزاتك، الله يسعدك ويسعدها إن شاء الله. طيب دقيقة بالله. سعد قام بدعوتك مشترك، كيف قام بدعوتك مشترك؟ ما فهمت. بالله لحظة، أبغى أسئلة يا جماعة تكون فعلا تستاهل أنك تجاوب عليها. ليش ما تقرأ سؤالي؟ وش سؤالك؟ إيش السؤال؟ صيانة جوالات، الله يسعدك إن شاء الله، حضورك بس يكفيني، لا تكلف على عمرك، الله يسعدك إن شاء الله. ضيفوه يا جماعة، يستاهل. كيف يمكن للمرء أن يصبح رجل أعمال؟ ادخل مشاريع، ادخل تجارة، ادخل ابدأ، طبعا ابدأ شوي شوي لين ما الله يفتح عليك. ما في شيء بسرعة، يبغى لك يعني صبر، ويبغى لك وقت، ويبغى لك اجتهاد، ويبغى لك استشارة، ويبغى لك. في ناس كثير تكلموا عن الشراكة وقالوا الشراكة شرارة والشراكة مدري ايش والشراكة مدري شلون. أنا أقول العكس، يعني الشراكة حلوة وأسهل للنجاح، لكن اعرف مع مين تدخل، اعرف مع مين تدخل شراكة، لكن أسرع بالنجاح من أنك تدخل أنت مشروع لوحدك. وعلى قولتهم ربع تعاون وما ذل. تكلم أنا أكثر عن مشروعك العقاري، تكلمت في البرنامج الأصفر، تابعوني في البرنامج الأصفر والأمور إن شاء الله سليمة. كيف أسوي دراسة جدوى لأي مشروع؟ إذا ما تعرف، في مكاتب يعني خاصة هي اللي تسوي لك دراسة الجدوى، وهي اللي يعني على قولتهم تعطيك نظرة مستقبل إنه هذا المشروع ينجح ولا ما ينجح، وإنه كم بيكون دخل هذا المشروع، وكم يعني هم يشوفون لك كل شيء. طيب دقيقة، أبغى وظيفة يا جماعة. حاليا ما عندي أي وظيفة، هذا الشيء. الشيء الثاني، لا تنسون طاقات، إذا ما خاب ظني النسبهم كذا، طاقات مرة من الأشياء الجميلة والحلوة واللي تسهل عليكم كل شيء. طيب دقيقة، شكرا يا يعقوب. أستاذ دقيقة، كم إيش؟ لحظة، وين في سؤال؟ كم لحظة، أنا طلبات الكستات هذه ما شاء الله تبارك الله وش كثرها، تخليني ألخبط الأمور، ما تخليني أقرأ أساسا كومنتاتكم. لا إله إلا الله. باقي 10 دقائق تقريبا وبطلع يا جماعة، لأنه ما عندي ذاك الوقت والله، بس نقعد عاد أسلم عليكم، ناخذ أخباركم وعلومكم.
بالله لحظة. شكرا. سعد ورينا المكتب. هذا من هنا وهذا من هنا. استاهل الحب يا سعد، الله يسعدك ان شاء الله. لحظة بالله دقيقة. كيف أعبر مشاعري لشخص مشهور وأكن له مشاعر؟ كيف تعبر مشاعرك لشخص مشهور وأكن له مشاعر؟ والله شوفي، أنا بقول لك ما أنصحك أبدا، ما أنصحك، لأن ما أتكلم أنا عن المشاهير، كل الناس. ما أنصحك أنك تجين لشخص تقولين أنا والله أحبك، ولا أنا والله أكن لك مشاعر، ولا أنا مدري إيش، لأن بعضهم، مش الكل، بعضهم يستغل. أنا ما أدري أنت من وين ومن أي دولة، ولكن بعضهم يستغل. فعلى قولتهم اللي يبيك يطق بابك. سعد أنت طاقة إيجابية، الله يسعدك إن شاء الله. تكلم شروط الابتعاث. ما أدري والله، لأن أنا ما أفضل أن الواحد يدرس برا، بالعكس دام عندنا جامعاتنا وجامعاتنا قوية، وعندنا جميع التخصصات ما شاء الله تبارك الله، ما أشجعك أنك تطلع برا وتدرس. خلك هنا وعند أهلك وعند ربعك أفضل من برا. والدراسة عندنا الحمد لله مجانا، ولا تحتاج سكن ولا تحتاج مصاريف ولا مدري ايش. ترى برا تتعب، والله تتعب. أعرف ناس كثير مبتعثين برا ندموا، يعني ندموا يعني بشكل ما تتخيلون. يوم كنت أحضر الماجستير، ناس معاي كانوا يعني برا يدرسون، والله لما نسولف أنا وياهم، وأحيانا نستفيد أنا وياهم بالمراجع ونتبادل بالمراجع والكتب وزي كذا والبحوث ونتناقش مع بعض، إنهم يوم كانوا يعلموني، خلوكم من الدراسة، يوم كانوا يعلموني تكاليف السكن والأكل والشرب والسفر والإيجار والسيارة ومدري وش والمواصلات، أقسم بالله إني كنت أحمد ربي بشكل ما تتخيلون. أنا كل هذه الأشياء كانت عندي مجانا، ولو كان في تكاليف بسيطة ما تقاس بالتكاليف اللي برا. يعني الحمد لله احنا في بلد، شو أقول لكم، يعني بلد خير فعلا. بمبلغ بسيط انت تقدر تعيش. لحظة بالله، الله يسعدك يا صيانة الجوالات. يفهم في كل ما شاء الله. طبعا الأشياء اللي جربتها أفهم فيها، والأشياء اللي ما جربتها أعطي فيها وجهة نظر. طيب سعد، ليش دائما تحس ان الوظيفه نقص؟ ابدا، انا ما قلت ان الوظيفه نقص، ولا عمري تكلمت الكلام هذا. انا اقول الافضل، لما احد يسالني يقول وين الافضل، الوظيفه ولا التجاره؟ اقول التجاره. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول 9 أعشار الرزق في التجاره. هذا الشيء الثاني، دائما احث الموظف يدخل تجاره علشان يزيد من دخله. الشيء الثالث، دائما اقول الوظيفه فيها امان اعلى من التجاره، لكن التجاره فيها دخل اعلى من الوظيفه. الوظيفه مش عيب، والوظيفه مش حرام، والوظيفه الحمد لله بفضل الله في السعوديه عندنا رواتب عاليه، وعندنا وظائف كثير، وين ما على قولتهم تلقي وجهك بتلاقي وظيفه. لكن لما انسال وين الافضل، الوظيفه ولا التجاره، اقول التجاره بشكل واضح. يعني ما عمري ابدا استنقصت من الوظائف، ولا انا كنت موظف، ما عمري ابدا استنقصت من الوظائف، ولا في احد بيطلع من بطن امه معاه ملايين على طول، ولا معاه حتى مئات الالوف. لازم كل واحد يتوظف وبعدين يدخل التجاره، اذا الله كتب له وفتح عليه بالتجاره يترك الوظيفه ويواصل بالتجاره. وفي ناس كثير وصلوا الملايين وهم لا زالوا ماسكين وظائفهم.
والدنيا برضو تدور، في ناس كثير مشاريعهم خسرت ورجعوا توظفوا. الوظيفة ما هي عيب أبدا. حكينا. طيب لحظة دقيقة أحكيك ببلوك. يلا شكرا يا هيفاء. طيب لحظة بالله. في سؤال وين راح؟ أنا قاعد أدور من اليوم. إيش نوع التجارة اللي تنصحني فيها؟ والله على حسب رأس المال، يعني وين رأس مال، كم رأس مالك بعلمك إيش الوظائف المناسبة، إيش الوظائف المناسبة، إيش التجارة المناسبة من وجهة نظري. الله يسعد ردودك واقعية. الله يسعدك إن شاء الله. اقترح لي أحلى مطعم في دبي مول بتغدى. والله شوف الأسماء أنا ما حفظت الأسماء اللي عندي عشان أحفظ الأسماء برا. أنا ماني من النوع اللي أحفظ الأسماء ولا من النوع اللي أركز على الأسماء، لكن أبوصف لك مكان مرة حلو. لما تطلعين من المول جهة البحيرة اللي برا جهة النافورة، في مطعم هناك كأنه بحريني إذا ماني غلطان، في مطعم يعني كذا تراثي، شكله كذا تراثي، هذا مرة جميل. اللي فيها النافورة هو مقابل النافورة بالضبط، إذا ما خاب ظني. كيف أتعامل مع ضغوطات الحياة؟ أول شيء لازم تعرف إنه هذه سنة الحياة، ما في إنسان في حياته ما تجيه ضغوطات بالحياة، هذا واحد. اثنين، لازم تعرف إنه الصبر مهم جدا في الحياة علشان أنت تقدر توصل